السلام عليكم الزلفلون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تيفي، وكذلك جياسكا اخبار التي تدعمكم دائما بالجديد والاخبار الجديده والحصريه. حصريا بن زايد مرشح للمشاركه كظهير ايسر. تشير بعض المعلومات ان بعض التغييرات تفرض نفسها في لقاء خنشله هذا الجمعه ان شاء الله، للعديد من الاعتبارات. اولها طبيعه المنافس والزاميه اشتراك لاعبين قادرين على صنع الفارق، وايضا تحمل ضغط اللقاء. ومن بين الأسماء التي سيعتمد عليها بوزيدي هو المدافع الأيسر بن زايد، الذي سيكون ورقة هامة في الرسم التكتيكي للمدرب. أفضل خيار في الفترة الراهنة لبوزيدي وبإجماع كل أنصار شبيبة القبائل، فإن بن زايد الذي قدم مستويات كبيرة في دوري الأبطال والبطولة الموسم الماضي قادرا على سد الخلل الذي تعرفه الجهة اليسرى من دفاع الكناري في الآونة الأخيرة، وأيضا بالنظر إلى نزعته الهجومية والتي في الكثير من الأحيان طبعا تصنع الفارق لصالح زملائه في المباريات. معمري في حاجة إلى عمل أكثر لرفع مستواه. أما بخصوص معمري فاتضح جليا أن اللاعب لم يجد معالمه في الفريق بعد، بما أنه لم يقدم ما هو مرجو منه في أول لقاءين من الموسم. لذا فإن إبقاءه على مقعد البدلاء سيفيده أكثر مما يضره، على أمل أن يعمل أكثر من أجل الرفع من مستواه ويمنح الفرصة لبوزيدي كي يعتمد على بن زايد في منصبه الأساسي كمدافع محوري. لا تبخلوا علينا واعطونا الآراء في التعليقات.